امام عاشور سرطان في النادي الاهلي. اسمع. امام عاشور لسه عايز يمشي ولا الامور اتحلت؟ امام عاشور مش عارف هو عايز ايه، مش عارف هو عايز ايه، بس النادي الاهلي عارف هو عايز ايه من امام. عظيم. امام عاشور قدامه 3 سبل الاهلي حاططهم له. 3 خيارات. 3 خيارات ما لهمش رابع. ما لهمش رابع، او ممكن رابع يبقى مفاجاه بس هنتكلم فيه. ماشي. امام عاشور قدامه اما التجديد او التوضيح او ربما في طرح، وبأكد ان هو طرح، وهو التجميد. قول تاني كده. تجديد. ايوه. توضيح. ايوه. تجديد، توضيح، انا مش عارف ايه هي التوضيح اللي هو بيقول عليها دي، وتجميد. لا، امام عاشور هيعمل اللي هو عايزه وهيمشي من الاهلي. يعني امام عاشور مش هيكمل في الاهلي لو ما خدش العقد اللي هو عايزه. كمل. تجميد. تجديد مفهومه. تجميد بس لا، برضه مش مفهومه. ليه؟ تجديد انت اللي هتجيلي تقول لي انا عايز اجدد، انا مش هاجي اقول لك تاني تعالى جدد. يعني الاهلي عرضه خلاص نهائي. هيطبق الجملة اللي هو قدامك سنتين ورد علينا. هي كانت ساعة بس دلوقتي مع امام هتبقى سنتين. كمل. انت تيجي تقول لي يلا انا جاهز اجدد فتجدد. ده التجديد. ماشي. التوضيح هي دي بقى اللي انا واقف عندها. يعني طيب. ايه توضيح؟ في المعسكر وقت ما حصل او الاهلي رد على نادي كونيا سبور، بعدها توالت التصريحات من وكيل امام عاشور ادم وطن. في الوقت ده كابتن وائل جمعه اتكلم مع امام عاشور وطلب منه، قال له يا ابني هو احنا مش اتكلمنا مع بعض؟ وكابتن سيد عبد الحفيظ في الجلسه قال لك انت عايز تجدد ولا لا؟ وسالناك مين هو وكيلك، فانت قلت ابويا والراجل اللي صديقي اللي قاعد معايا محمد كفته. فرد عليه قال له اه. قال له امال ايه اللي بيقوله ادم وطني ده؟ قال له انا ماليش دعوه، واحد وبيتكلم. مفهوم. قال له طب خلاص نزل توضيح. قال له لا انا مش هرد عليه. واحد ما انا مش هرد عليه، ماليش علاقه بيه. قال له انا بقول لك نزل توضيح. امام بالليل راح منزل الصوره الى ما لا نهايه لانفينيتي والكلام الجميل ده بالنسبه للاهلي رد مايع. كابتن وائل جمعه اجتمع بكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح وعمل هاند اوفر او سلموا المعسكر بالكامل. فاتخذوا القرارات اللي انا بقول لك عليها دي. اما التجديد او التوضيح، وفيهم واحد من الاثنين شايف ان التوضيح فات اوانه كمان. يعني دلوقتي امام لو نزل ان ادم وطني ملهوش علاقه بيا، ربما ما يتمش الاستجابه من الاهلي. والله العظيم يا جدعان امام عاشور سرطان في النادي الاهلي. والله العظيم ده بجد. انا مبسوط ان امام عاشور في النادي الاهلي لانه سرطان حرفيا، وهو سبب كبير ان الاهلي يطلع بموسم صفر السنه اللي فاتت.